ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بالف خير. كل سنه وانتم طيبين. انا اسمي سوسنة، اول مره اشوف القناه لايك وشير وسبسكرايب. معايا كده بهارات، معايا قرفه، معايا فلفل اسود، معايا بابريكا، معايا 7 بهارات، معايا ملح، معايا كباب صيني. ما نحطش كتير، ربع ملعقه من كل حاجه. تمام. وانا عندي ضلعه انا بحب ابهرها كده في الاول، بعد كده هنحط البهارات السايلة معاها، وهحط شوية زيادة من البهار. يعني هحط مثلا ملعقة كبيرة من زيت الزيتون، عصير ليمون كده، وملعقة وملعقتين كبار من الزبادي، وملعقة كبيرة من زيت الزيتون، وملعقة كبيرة من دبس الرمان، معجون طماطم، وثلاثة 4 5 فصاص توم كده حلوين. واقلب الحاجات دي كلها وبشوف الملح بتاعي، وهحط سكر عشان معجون الطماطم، الصلصة بتكون محدقة. فهقلب المواد دي كلها مع بعض وظبط الملح بتاعك. وهجيب اللحمة بتاعتي احطها كده زي ما شايفة، وانا حبيتها يعني دي قبلها بليلة. تمام. ممكن تخليها 3-4 ساعات، لو ما عندكيش وقت ممكن ساعة تخليها في البهارات دي وتحطيها في الفرن. فادي كده انا بحب دايما اخليها قبلها بليلة عشان بتطلع طعمها احلى. فدي حاجة ترجع لك. طبعا ده ورق زبدة زي ما شايفة كده، هلفها كويس وهلفها بورق الفويل، وتاني يوم هروح اعملها. بعد ده الفويل كده، بعد ما الفها كويس هحطها في التلاجة، وبعد كده احطها في الفرن، طبعا على حسب الفرن بتاعتك. وده كيلو 400 جرام بتهيالي الفخدة دي، فحاجة كده فاخر على الآخر زي ما بيقولوا. وهنعمل جنبه رز بشعرية وعليه شوية نتس كده، حاجات حلوة كده عشان ايه يدي وزبيب. المهم ادي كده ده تاني يوم هعبي الصينية كده بالمية عشان تساعد عليها. المهم عندي شوية صنوبر كده حمره شوية، ومعاي لوز مقشر انا قشرته، بس اديت تحميصة كده شوية. ممكن احط حتة زبدة بس انا نسيت فما عملش حاجة يعني. فاهو بعد كده هعمل زي ما قلت لك، هعمل معايا رز بشعرية، زيت او حتة زبدة، وهحمر الشعرية كده لغاية لما تدينا الجولدن براون بتاعنا الحلو ده. وبعد كده ده 1.5 كوباية من الباسمتي رز. وطبعا قلت لكم قبل كده كل كوباية رز بتاعت باسمتي بتاخد 2 كوباية موية مغلية. فيعني انا هحط هنا 3 كبابي مية مغلية. وبعد كده طبعا كله على نار عالية. بعد كده اوطي النار، اغطي عليه، واحط الملح، اظبط الملح واوطي عليه. وادي كده استوى معانا شوية زبيب واللوز والصنوبر بس كده، وهقلبهم مع بعض. وكانت الضلعة خلصت معايا، هنجيبها نحطها في صينية كده، نحط الرز ونطلع الضلعة بتاعتنا. كانت حاجة حلوة شديد. وده كان غدا حلو بمناسبة ان احنا فطرنا يعني. كل سنة وانتم طيبين. ولو عجبك الفيديو لايك وشير وسبسكرايب لغاية لما نلتقي في فيديو جديد ان شاء الله.